السلام عليكم أحبابي ورحمة الله وبركاته. علامات 7 إذا كان بيك اعرف واعلم إن الله يحبك حتى وإن كان عصيان عندك. حتى الإنسان إذا كان عنده عصيان رب العالمين يحبه إذا كان نذنب به. نعم، أول وحدة يقول ترك الطمع في الدنيا والزهد بما فيها. واحد لا يبقى يباوع هاي الدنيا، خلنا ناخذ من عندها، خلنا نغرف من عندها، خلنا كذا، خلنا ألم، خلنا أجمع، خلنا أحصل، غلبوني سبقوني ما لحقت بربعي. لا يا حبيبي، هذه حاول تتركها. إذا هاي بيك الصفة وتترك الدنيا، تترك وتزهد اللي بما بأيدي الناس وبما موجود بهاي الدنيا، رب العالمين راح يحبك أكيدا. من زهد بما في الدنيا أحبه الله، ومن زهد بما في أيدي الناس أحبه الناس. اليوم أنا ما أطمع بفلوس فلان وسيارات فلان وبيوت فلان، لا، إذا ما طمعت راح الناس تحبني. زين، إذا هاي الدنيا ما طمعت بيها راح الله سبحانه وتعالى يحبني. ثانيا، السعي بقضاء حوائج الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من الذنوب لا يغفرها لا حج ولا صوم ولا صلاة ولا زكاة. قالوا يا رسول الله وما الذي يغفر هذه الذنوب؟ هاي الذنوب اللي هذن ما تنغفر، ما يغفرن. مثلا أحج ما تنغفر ذنوبي، أصلي ما تنغفر ذنوب، أدعي، أزكي، أعطي، شنو اللي عاد يغفرها؟ مولاي يا رسول الله اللي يغفر ذنوبه هاي القوية شنو؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاء حوائج الناس. هاي الذنوب اللي ما تنغفر اغفرها بقضاء حوائج الناس. عندك جاه، عندك جاه، عندكم اثنينكم جاه وتخلصون هواي قضايا، مثلا خطوبة اروح اكملها، فرد مشكلة اروح احلها، واحد مثلا ملهوف اروح اقضي حاجته اكملها اليه. هذني بالجاه والوجه مالتكم الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب مالتكم. ليش؟ لانه اليوم احنا ما عندنا واحد ما عنده ذنوب ابدا. لا واحد يقول لي ما عنده ذنوب، اللي ما عنده ذنوب خليه يكتب لي بالتعليق انا ما عندي ذنوب. لا يا حبيبي، الجميع عندها ذنوب. فشلون انا اخلص الذنوب هاي مالتي واخلص منها يم رب العالمين واطلع بوجه ابيض ورب العالمين يحبني؟ اذا قضيت حاجه الانسان كائنا من تكون هذه الحاجه، اي حاجه يا حبيبي، اذا قضيتها رب العالمين راح شنو؟ راح يغفر لك الذنوب. بعد اذا احبك الله سبحانه وتعالى. ثالثا يقول يوفقك القضية في آخر عمرك تعمل بيها، يوفقك العمل تعمل بيه، هذا العمل تنال رضا رب العالمين وتوفيق بهاي الدنيا حتى يتوفاك رب العالمين وهو راضى عليك. رابعا، العمل بالخفاء. شلون يعني العمل بالخفاء؟ يعني أني أجي أريد أتصدق لي على واحد، يقولون بالروايات أنه إذا صدقت باليمنى لا تخلي اليسرى تدري بيك بأنه صدقت، تدري باليد، لا تخلي اليمنى نعم اليسرى تدري باليمنى على أنه صدقت بها. سكتة بالخفاء، لا واحد يروح ياخذ سيلفي هو يطيله حاجة بسيطة ياخذ سيلفي ويا واحد، لا، أو ياخذ له سيلفي ويا مرة، أو صوروني عودان أوزع. لا يا حبيبي، هذا جدا خطأ. اي نعم، هذا العبد ما يحب رب العالمين. في بعض المواضع ممكن، لكنه مو صحيح وخطأ انه واحد يعمل بس بالجهر عود شوفوني، لا. خامسا، الابتلاء في الشدائد والمحن. نعم، الانسان اذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشدة ومحنة مثل ما ابتلى الانبياء، مثل يوسف الصديق، مثل يعقوب من فارق ابنه، مثل أيوب الصابر، نعم هذني إذا ما ابتلاه بهذني أو ابتلاه بذن البلاءات يحب رب العالمين. اي نعم، شوف رب العالمين ايش قد يحبنا ويريد خاطرنا، لكن احنا دائما
شوية اكو شرود عندنا من الله سبحانه وتعالى، وماكو اقبال عندنا الى الله سبحانه وتعالى. خامسا محبة اولياء الله الصالحين. يعني انا اليوم اذا اشوف لي سيد، اشوف لي شيخ، اشوف لي انسان خير، هذول صالحين احبهم، ما اسقطهم، ما احكي عليهم. ليش؟ لانه ذولا كل ما تشوفهم كانما يقودونك لرب العالمين. هسه مو يقول خيركم من تذكركم بالله رؤيته. هذا الانسان اذا اشوفه يذكرني برب العالمين، هذا كن احبه. هسه مو يقول اللهم اجعلني من محبين العلماء، من محبين العلماء. يعني اكو ناس تحب العلماء، انت حب ذول الناس اللي يحبون العلماء. بعد ويكون التطوع او بكثرة التطوع ديما بالنوافل. هذا الانسان اذا تطوع تطوعا من كمل صلاة الصبح يتطوع له بركعتين لوجه الله، بالليل هم ركعتين لوجه الله مثلا، هل تقدر بيهن؟ هذا يعتبر نوافل. الاستغفار هذه اذا سواها العبيد راح ايش يصير؟ رب العالمين يقول اكون يده التي يبطش بها ولسانه الذي يتكلم فيه. هذا اكو هيك روايه. ونظره او عينه التي يبصر بها. اذا كان هي الشكل رب العالمين يصير لك العين، يصير لك الايد، يصير لك اللسان تتكلم به. ايش قد لعد يحبنا او ما يريد ان يأذينا. فش علينا احنا هنا احبابي هذني اللي قريناهن هسه، هذني كل واحد يطبقهن ولو 1% راح يتوفق شوية شوية. اي نعم، لان اي شيء خلوا ببالكم، اي شيء ما تبدي به ما راح تحصل نتيجة ولا توصل الى النهاية به. نعم، وفقكم الله، سددكم الله، رعاكم الله، حفظكم الله أنتم وعوائلكم ومن تحبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.